انت متخيل ان في 130 دولة يعني بيمثلوا 98% من اقتصاد كوكب الارض شغالين دلوقتي حالا وفي نفس اللحظة على مشروع واحد، هو سحب الكاش من جيبك للأبد. اللي بيحصل مش تطور تكنولوجي بريء عشان راحتك، دي أكبر عملية نقل ملكية في التاريخ البشري. الغرض منها تحويلك من مالك فعلي للثروة لمستخدم للثروة بشروطهم. ليه العالم كله بيجري في الاتجاه ده؟ وإيه علاقة اللي بيحصل بحرب الصين وأمريكا؟ وإزاي ده هيغير شكل حياتك وحياة ولادك للأبد؟ بدون مقدمات طويلة تعال نفهم الحكاية قبل ما الباب يتقفل. وأنا أحمد شحاتة وده نفس الأثر. عشان نفهم الفخ قبل ما يتنصب لازم الأول نفهم النظام المالي العالمي، لأن عندنا خلط في مفاهيم كارثية. إن العملة الرقمية الجديدة اللي اختصارها CBDC هي الفلوس الإلكترونية اللي في البنوك واللي بتظهر لك على هيئة أرقام في الابليكيشن البنكي. الرد المختصر لا، مش هي. في علم الاقتصاد الفلوس مش طبقة واحدة، دي مكونة من عدة طبقات. الطبقة الأولى اللي هي الM0 ودي أموال البنك المركزي، دي الفلوس الحقيقية، دي الالتزام المباشر من الدولة في النظام الحالي. الشكل الوحيد المتاح ليا وليك من الفلوس دي هو الكاش، هو الورقة اللي في جيبك وفي محفظتك. دي بتديك ميزة خطيرة جدا اسمها التسوية النهائية، يعني بمجرد ما بتدي البقال الفلوس وتاخد البقالة بتاعتك المعاملة هنا انتهت. مفيش سيستم في النص محتاج ان هو يوافق او يرفض، ومفيش حد يقدر يمنعك ان انت تشتري. الطبقة الثانية اللي هي الكوميرشال ماني، ودي اللي بتمثل 95% من استخداماتنا في العالم كله. الرقم اللي في تطبيق البنك بتاعك ده مش فلوس، ده وعد من البنك بالدفع عند الحاجة. انت فعليا مقرض فلوسك للبنك، والبنك في المقابل بيديك رقم على الشاشة. ولو البنك تعثر الوعد ده بيتبخر، ومش محتاجين ان احنا نروح بعيد. بص على اللي حصل في لبنان وكمان في بنك سيليكون فالي في أمريكا. الدرس المرعب اللي العالم اتعلمه هو إن فلوسك في البنك مش ملكية خاصة مضمونة بنسبة 100%. النظام العالمي الحالي قايم على وجود فكرة منطقة عازلة اسمها البنوك التجارية. البنك المركزي بيراقب البنوك الكبيرة، والبنوك الكبيرة بتراقبك انت. يعني الحكومات مش قادرة تشوف تفاصيل مشترياتك اليومية، هي شايفة البنوك، والبنوك بتكون محتاجة سيولة، لكن مش شايفة ان انت اشتريت علبة سجاير او علبة جبنة او ازازة زيت الساعة 5 المغرب. النظام الحالي رغم كل عيوبه على الأقل كان بيضمن لك الحد الأدنى من الخصوصية. الرعب كله بقى في اللي جاي، العملات الرقمية للبنوك المركزية، اختصارها CBDC، جاي عشان تكسر المنطقة العازلة دي وتلغي الوسيط اللي هو البنوك في النظام الجديد. انت ساعتها مش هتحتاج تفتح حساب في أي بنك تجاري، انت نظريا وتقنيا هيكون لك حساب أو محفظة مسجلة بشكل مباشر في البنك المركزي. فهنا العلاقة بتتحول من مواطن لبنك وسيط لبنك مركزي إلى مواطن بنك مركزي على طول. وفي الحالة دي الدول ما بقتش بتراقب البنوك، الدولة بقت معاك في محفظتك. العملة ما بقتش مجرد أداة للدفع، العملة بتتحول لجاسوس ذكي. الفرق الجوهري اللي محدش بيقوله لك هو القابلية للبرمجة. الفلوس اللي في البنك حاليا غبية، البنك يقدر يجمد حسابك كله بس ما يقدرش يتدخل في نوع وحجم مشتريات. ما يقدرش يقول لك ال100 جنيه دي انت هتشتري بها سمك ومش هتشتري بها فراخ. اما العملات الرقميه الجديده هي عباره عن اكواد برمجيه ذكيه جدا، يعني نقدر نكتب جوه الكود بتاع الفلوس شروط لانفاقه، وهنا المعادله بتتغير تماما. اما العملات الرقميه الجديده بتسجل وتوجه سلوك المواطن. الفيزا بيديرها بنوك همها الربح، اما العملات الرقميه بيديرها السلطه همها الاول السيطرة المطلقة. طبعا لو الحكومة جت قالت لك هات الكاش وخد بداله جاسوس انت هترفض فورا. وهنا عشان يسلموك القيد الحديدي وانت مبتسم تماما كان لازم يغلفوه بغلاف ناعم جدا من الحرير. وهنا بتظهر الخدعة الكبيرة اللي اسمها الراحة والشمول المالي. عشان الجريمة تكون كاملة لازم الضحية تروح برجلها للفخ وهي مبسوطة. وعشان ده يحصل البنوك المركزية مش بتسوق العملات الرقمية الجديدة تحت شعار عايزين نراقبكم، لا طبعا التسويق الذكي بيتم تحت شعارين براقين جدا ومنطقيين جدا من الناحية الاقتصادية البحتة، وهما الكفاءة والشمول المالي. لغة الأرقام بتقول إن الكاش تكنولوجيا قديمة ومكلفة جدا للدول، من طباعة الورق لتأمينه، نقله في عربيات مصفحة، وكمان تدمير التالف منه. دي عملية بتكلف اقتصاديات العالم مليارات سنويا. فلما يطلعوا يقولوا لك العملات الرقمية الجديدة هتوفر مليارات وهتخلي التحويل لحظي وبتكلفة
شبه صفرية. هم اقتصاديا صادقين جدا، ده فعلا تطور كبير من حيث الكفاءة. لكن الهدف الحقيقي والأهم اللي ما بيتعلنش عنه بكل وضوح في الإعلانات هو القضاء على الاقتصاد الموازي. كل المليارات دي بتدور حاليا خارج رادار الحكومات، وهنا الدولة مش شايفة الفلوس دي، وبالتالي مش قادرين يفرضوا عليها أي ضرائب. في النظام العالمي الجديد للعملات الرقمية مفيش أي حاجة تحت الترابيزة. كل مليم هيدخل جيب أي مواطن، من أول رجل الأعمال لحد كشك السجاير، لازم يعدي من خلال السيستم الرقمي، وبالتالي الضرائب هتتخصم من المنبع. وتلقائيا الدول هنا بتحقق حلم كل نظام بيقراطي في التاريخ، القدرة الكاملة على التحصيل. وهنا بيتنصب لنا الفخ بكل ذكاء، وهي مقايضة الراحة بالخصوصية. الحكومات هتقول لك استخدم العملة الرقمية الجديدة وهنديك خصم 5% أو 10% على مشترياتك، أو حول بالعملة الرقمية ومش هيكون عندك أي مصاريف للتحويل. انت هنا بتبلع الطعم وبتشوف التوفير اللحظي، لكن ما بتاخدش بالك من الثمن الاستراتيجي، وهو ان انت بقيت مكشوف تماما. وهنا لازم نقف وقفة طويلة عند نقطة بيحصل فيها تضليل متعمد لجيل الشباب بالذات. كتير منكم لما بيسمع كلمة عملة رقمية أول حاجة بتيجي في باله البيتكوين، ويقول لك ممتاز، ما العالم كله رايح ناحية كده، إيه المشكلة لما الحكومات تعمل زيهم؟ لا يا صديقي، لازم نقف شتان الفرق ما بين الاتنين. استخدام نفس المصطلح عملة رقمية للاتنين هو أكبر عملية تمويه بتتم حاليا. العملات المشفرة زي البيتكوين اتعملت فلسفيا وتقنيا عشان تكون لا مركزية، اتعملت عشان تسحب السلطة من ايد الحكومات والبنوك المركزية وتدي السلطة المطلقة للشبكة والناس. بيضمن ان مفيش جهة واحدة تقدر تجمد فلوسك أو تمنعك من الصرف. أما العملة الرقمية فهي العكس تماما، هي مركزية مطلقة، هي بتاخد السلطة من البنوك وتديها الرأس النظام بشكل مباشر. هي نظام سيطرة بيضمن إن أي دولة هي المتحكم الوحيد في كل حركة. فاوعى تخلط ما بين تكنولوجيا التحرر اللي هي الكريبتو وبين تكنولوجيا الرقابة اللي هي CBDC، حتى لو الاتنين شغالين تقنيا بالبلوك تشين. وعشان الصورة تكون كاملة لازم نسأل ليه دلوقتي للعالم كله بيقرر ان هو يغير شكل الفلوس وفي التوقيت ده بالذات؟ الإجابة بكل بساطة لأن النظام العالمي الحالي فلس وإحنا عايشين في الوقت الضايع. استعد واسمع الرقم ده كويس. حجم الديون العالمية، حكومات وشركات وأفراد، كسر حاجز 320 تريليون دولار. عشان تستوعب حجم المصيبة، الرقم ده بيمثل 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي لكوكب الأرض. وفي لغة الرياضيات الدين ده غير قابل للسداد، وفي لغة الاقتصاد لما الدين بيوصل للمرحلة دي بيبقى قدامنا حل من اتنين ملهمش تالت: يا إما نعلن إفلاس عالمي وندخل في كساد عظيم لكوكب الأرض يخلي أزمة 1929 تبان كلعبة أطفال، يا إما الحل الخبيث إن إحنا نغير العملة نفسها ونعمل نظام مالي جديد اسمه العملات الرقمية، ونبرمج الفلوس دي بفايدة سالبة أو صلاحية مؤقتة عشان نجبر الناس إن هي تصرف، ونعمل تضخم موجه ياكل قيمة الديون القديمة تدريجيا. العملات الرقمية الجديدة مش بس أداة للرقابة، دي زرار إعادة ضبط المصنع لنظام مالي عالمي مات وانهار إكلينيكيا بس لسه عايش على أجهزة التنفس الصناعي لحد ما البديل يجهز. دلوقتي اسمح لي اطلب منك تخرج من جيبك الصغير ونبص سوا على الخريطة الكبيرة، لأن الاستعجال العالمي ده مش بس عشان يراقبنا كمواطنين، دي كمان حرب تكسير عظام بين القوى العظمى لإنهاء هيمنة الدولار. عشان تفهم خطورة العملات الرقمية الجديدة لازم تفهم إن أمريكا النهاردة مش بتحكم العالم وبتفرض سيطرتها بالقوة العسكرية بس، بتحكمه بسلاح أخطر وأقوى بكتير اسمه نظام السويفت. أي تحويل مالي ما بين أي دولتين في العالم الفلوس دي لازم تعدي على شبكة معقدة من البنوك المراسلة، وده بيدي أمريكا ميزة استراتيجية مرعبة وهي القدرة على الرؤية والمنع. ولو غضبت على أي دولة زي ما حصل مع روسيا 2022 بضغطة زرار واحد بتفصلها عن النظام المالي العالمي فتشل اقتصادها تماما، وده اللي بنسميه عسكرة التمويل. والصين هنا بصفتها المنافس الأول فهمت الدرس وقررت إن هي تقلب الترابيزة بمشروع مرعب للغرب اسمه بريدج، وفكرته عبقرية: منصة بتربط البنوك المركزية ببعضها بشكل مباشر باستخدام تقنية البلوك تشين. يعني الصين تحول للإمارات أي كمية فلوس عايزاها بضغطة زرار واحد وبتكلفة شبه صفرية. والأهم من كل ده إن الدولار مش طرف في العملية، وأمريكا ما عندهاش القدرة
إن هي تشوف العملية أصلا. وده مش مجرد تحديث بنكي، ده إعلان استقلال مالي عن النظام الغربي وكسر الاحتكار استمر من سنة 1944. وعشان كده أوروبا وأمريكا في حالة من الذعر. والهرولة اللي بنشوفها حاليا لإطلاق اليورو الرقمي والدولار الرقمي مش سببها حب التطور، سببها الخوف إن العالم خاصة دول الجنوب والشرق الأوسط يبدأ يستخدم اليوان الرقمي ويهجر الدولار، وساعتها قوة أمريكا الناعمة هتنهار. يبقى المعركة هنا دائرية. الصين بتستخدم العملات الرقمية كدرع عشان تتحرر من أمريكا وأوروبا، لكن في نفس الوقت بتستخدم التكنولوجيا دي زي الكرباج عشان تحكم قبضتها على شعبها داخليا. وهنا بنوصل للوحش اللي بيخوف بجد، الميزة التقنية اللي بتحول الفلوس من نعمة لقيد، وهو المال المبرمج. تخيل ان فلوسك يكون ليها تاريخ صلاحية زي علبة الزبادي وتتبخر لو ما صرفتهاش عن طريق الفائدة السالبة. في وجود الكاش بشكله الحالي البنوك المركزية ما تقدرش تفرض علينا الفايدة السالبة، يعني بمعنى تاني تاخد منك مقابل لو انت بتحوش الفلوس بتاعتك، لانك بكل بساطة هتروح تسحب فلوسك وتحطها تحت البلاط. لكن في عالم العملات الرقمية مفيش بلاط. البنك المركزي يقدر بضغطة زرار يبعت لك إشعار: عزيزي المواطن، الاقتصاد في حالة من الركود، وعشان ننشطه رصيدك الحالي كذا له تاريخ صلاحية 60 يوم، لو ما صرفتهمش هيتم خصم 5% منهم كرسوم ركود. والمال ما بقاش مخزن للقيمة، بقى تذكرة مرور مؤقتة لاستخدام الموارد. والموضوع بيوصل لما هو أبعد وأخطر، الهندسة الاجتماعية. بما إن المال مبرمج، الكود عنده القدرة إن هو يحدد لنا أوجه الصرف المسموحة لكل مواطن بناء على بياناته. عندنا مواطن وزنه زايد، الكود يرفض أي عملية شراء سكريات أو يفرض عليها ضريبة تصحيحية فورا. احنا هنا بنبني نظام الرصيد الاجتماعي. زي الصين المواطن المطيع بياخد تسهيلات والمواطن المشاغب بيتجمد حسابه. واحنا هنا في منطقتنا العربية مش بعيد عن المشهد. احنا حاليا في مرحلة شهر العسل مع التكنولوجيا المالية. تطبيقات المحافظ الرقمية حققت نجاح ساحق لأنها بتقدم الراحة من غير أي قيود لحد الوقت الحالي. لكن البنية التحتية للخطوة الجاية بتتبني بهدوء. مشروع عابر اللي بين البنك المركزي السعودي والإماراتي كان تجربة ناجحة جدا لتسوية المدفوعات بتكنولوجيا البلوك تشين. المؤشرات بتقول إننا رايحين لنموذج هجين. الدول هتشجع الدفع الرقمي بكل قوتها عشان الضرائب وحصر الاقتصاد، وده حقها. بس الخطر إننا من غير وعي نلاقي نفسنا صحينا في يوم والكاش اتلغى بقرار إداري، واكتشفنا إننا جوه القفص الرقمي من غير ما يكون عندنا خطة للخروج. في النهاية المعضلة اللي بتواجه جيلنا هو إن القفص ده مش معمول من حديد، ده قفص معمول من الذهب والراحة. دمج البيانات المالية مع الهوية الرقمية بيخلق لنا كائن جديد اسمه المواطن الزجاجي، مواطن شفاف مكشوف تماما قدام صاحب الزرار. وده بيخلق أخطر مرض اجتماعي، الرقابة الذاتية. لما تكون عارف إن كل خطواتك متسجلة سلوكك بيتغير لا إراديا. بتبطل إن أنت تجرب، بتبطل إن أنت تغامر. المجتمع هنا هيتحول لنسخة مكررة. وده بياخدنا لسؤال الحلقة: لو صحيت بكرة وحكومة بلدك خيرتك تاخد دعم مادي وخصومات 10% على كل مشترياتك بشرط ان انت تستخدم العملة الرقمية الجديدة للأبد، ولا تفضل تستخدم الكاش وتشتري بالسعر الغالي بس تحافظ على خصوصيتك؟ بكل صراحة هتختار مين؟ هتابع إجاباتكم تحت في التعليقات، وما تنساش تشوف كل الحلقات اللي فاتتك وتفعل الجرس عشان تشوف كل الحلقات اللي جاية ويوصلك كل جديد. واشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.